بتتكلم بجد؟ انت شغال يعني خلاص الطياره نقطه الهواء على 3 ونص واحد واحد يا ولد يعني كده الطوبة كده الطوبة أنه كفء لكل تحدي وأظهر دوما القاصد بالمشرق. أقول كنت أتمنى أن يتم إعلان النتائج اليوم في أبواب نحن إليه أبواب من التوتر والشحن، أبواب تعد انعكاس الشهور الأربعة المنصرمة. السيدات والسادة، لقد بدأت لجنة الانتخاب لا تحيد عن أوامرهما ولا تحيد عن نواهيهما فالتجرد اللائقين بشيوخ أعضاء الصغائر لم تدع شيئا يشغلها عن أداء على هذا المتفاني الذي بذلوه على مدار الفترة الماضية. هي مخلصة من يقول أنها تحتمي بالمادة الأول، فكان يوم الانتخاب وخرجت دموع المصريين ترسم بها، إلا أنها قدرت وجوب استبعاد 37,000 في الخارج دون محل إقامة في مصر ودون التسليم بالنائبين في الخارج بأخطاء حسابية بها. كما لفت نظر اللجنة وجود 3 مبادرات من تلقاء نفسها إلى مراجعتها، سيما في الأصوات. وقد تبين للجنة من الفحص ما يلي: مدى ما يجاوز 5 ساعات، ثم انكفت اللجنة على تمحيص وأعادت فحص الأصوات في عدد آخر، وانتهت إلى قبول بعضها سمح بتسليم أوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح مرشح على العملية الانتخابية برمتها، ويؤثر تأثيرا بالغا المعلومات المتاحة المتعلقة بالأمرين. وطلبت معلومات من 2154 فقط، وأن التحريات التي أخرجت ناخبا. إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم
26,420,763 ناخبا. نسبة الحضور 51.85%. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25,577,511. إجمالي عدد الأصوات الباطلة 843,252. ما حصل عليه كل مرشح: الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12,000. 12 مليون 12 مليون 347,380 بنسبة 48.7%. محمد مرسي عيسى العياط 13 مليون. طب نروح التحرير بقى.